رهف تعالي لما اعرفك. هو كمان بجح؟ مش كفايه ان انت خاين؟ وانت يا اختي ابعدي عنه كده معلش. لا حول ولا قوه الا بالله. ما تفهمي يا رهف. افهمي ايه وهبه بايه؟ هو انت فاكرني هسكت؟ هو انا اللي بقول الله يعينه شغال ومش عبرك؟ بس استحملي يا بت. اتاريك شغال هنا في مسلسل العشق الممنوع مع الست هانم. يا ربي على الغباء يا بنتي، ما تسمعي للاخر. وكمان ليك عين تتكلم؟ ايوه، ما انا قرطاس لب بتتغفل وتسكت. انا نفسي افهم انا عملت ايه لده كله؟ بقولك ايه، ما تجننيش. بل عملت ايه؟ عملك مهبب. واحده قفشت خطيبها بحضن واحده نسوان. عايز نعمل ايه يعني؟ اسقف ادعمك ولا اجي المع لكم الجزم؟ انا مش فاهمه الصراحه. يا رب توب عليا. طب اعرفي بس مين دي الاول. رحت خلعت الدبله بعصبيه وقلت له خليها تنفعك وخد دبلتك اهي. قالت لي كده وسابتني ومشت. مسكت الدبله وبقيت فطسانه على نفسي من الضحك. بقى هي دي خطيبتك؟ يوسفني ان انا اقول لك يا نانسي. وبعد كده لقيت رهف داخله تاني بسرعه وقالت لي هاتي يا اختي الدبله دي ما تخصكيش. طب خدي تعالي. انت اصبر عليا بس اما ارجع لك وربنا اللي هوريك. قلت له كده وخرجت تاني بكل عصبيه. لا ده واضح كده ان انت شخصيتك قويه قوي يا فارس. جدا. هو اللي هستحي ان انا اقولك ان انا اصلا لما ببقى معاها بترحم على شخصيتي اساسا. لا بس بتحبك، ما هو ده اللي مصبرني. طب بقولك ايه، انا هاجي معاك وهفهمها الوضع. رهف تتفهم؟ حاشا لله. ده ايه اللي انت بتقوليه ده؟ بس انت عارفه دي لو شافتك هتعمل من فخادك بانيه. قلت في بعبيدك يا رب. انا عارفه اتصرف ازاي في الدماغ دي. كنت راكب العربيه انا ورهف وطول الطريق وانا مستغربها. هو في يا بنتي مالك ساكته كده ليه؟ مش عوايدك يعني؟ هو انت تعبانه؟ سيبني في حالي ومالكش دعوه بيا. طيب بالسهوله دي؟ مش حتى تكلف خاطرك وتتحايل عليا؟ اخص عليك وعلى اخوات الزمن ده. انا بقى دلوقتي اقتنعت بجمله ماما ان انت جيتي غلط في عيلتنا. ادي الله وادي حكمته. هتعترضوا بقى على قضاء ربنا؟ حاشا لله، لازم نصبر على البلاء برضه. وبعد كده رحت اخدت السندوتشات كلها ونزلت من العربيه. شكرا يا اسطى، مردوده لك في الزنقه ان شاء الله. يا اسطى ده ايه الالفاظ البيئه دي؟ خلاص يا زميلي ما تزعلش. يا اسطى وزميلي ايه يا بنت السرسجه اللي انت فيها دي؟ وانت مالك؟ انا حره. انا يا سيدي واحده كان طموحي ان انا بسوق التوك توك. رهف امشي من قدامي يا رهف ربنا يهديكي. وبعد كده سبت ودخلت المدرسه اللي انا بشتغل فيها، ودخلت على اوضه المدرسين. يا خرابي، وسكت يا موكوسه. بقيت قاعده وعماله اكل السندوتشات بغيظ. ده انا هولع. انت مش متخيله ان انا شفته ده عمل فيا ايه؟ يا ناري، معرفش مالي قلبت بوتاجاز حراري كده ليه. هدي نفسك يا رهف، هدي نفسك. ده انت ست الستات كلهم. سد نفس ابن فتحيه سرنج على الصبح. ها؟ لا ما هو واضح برضو ان نفسك مسدوده بأمارة انك كلتي 5 سندوتشات بس فول وبطاطس. انا عارفه ان انا جايه على نفسي، بس اعمل ايه بس يا ربي؟ هو الحب كده بيصنع المعجزات. طب وانت ناويه على ايه بتاعت المعجزات انت؟ العين بالعين والسن بالسن والبدي اظلم يا فارس. ناوليني الموبايل. لا مش للدرجه يا شابه. رحت مسكت الموبايل بتاعه وقلت لها انا بقى هعمل له بلوك من كل حاجه، فيس وانستا وواتساب كمان. فاضل ايه تاني يا رهف؟ فاضل ايه تاني؟ هو بلوك من على التليجرام. ايوه كده، انا كده ارتحت. ياه ده انت طلعت قلبك ده قاسي قوي. جدا يا بنتي امال، بس لما اروح بس هو جاي البيت اكيد. طب بقولك ايه، انت هو نفس الغباء، ما تتصالحي بقى وعفى الله عما سلف. استحاله، ما بقاش رهف لو ما عملتش معاه الزتونه. ربنا ما يحرمك من العبط يا بنتي. يلا يا اختي قومي حصتك بدأت. في شركه خاصه بالاجهزه الكهربائيه، سيف كان قاعد على مكتب وبيراجع الحسابات. يا محسن كوبايه شاي في 70 الله يسترك. حاضر يا استاذ سيف. وفي اللحظه دي نانسي كانت داخله وبتتفرج على شاشات العرض، وسيف قام وراح ليها. تأمري بحاجه يا فندم؟ الامر لله وحده، انا كنت محتاجه شاشه كبيره بس صغيره كده. افندم وده اللي هو ازاي ان شاء الله يعني؟ بص انا المساحه في الحيطه عندي مسخوطه، بس انا عايزه شاشه كبيره. ده ايه الوليه الهبله دي؟ استغفر الله العظيم يا رب على الصبح. ايوه يا فندم، يعني اقدر اساعدك ازاي؟ طيب عايزه شاشه. كام بوصه؟ ما انا قلت لك اللي هي كبيره بس صغيره، صح؟ ايوه الله ينور عليك. يا فندم مش كده. الله، هو انت بتزعلي ليه؟ طيب
ما هو اللي انت بتقوليه ده ما يدخلش على عيل صغير حتى. تقصد ايه؟ ان انا هبلة صح؟ والله العظيم كل واحد عارف نفسه. نهار ابيض بقى بتغلط فيا. خفت لحسن تحصل مشادة بيني وبينها، رحت رجعت في كلامي وقلت لها طب ايه رايك في الشاشه اللي هناك دي؟ كبيره بس صغيره. تخيل هي دي بالظبط. ده نوع نضيف جدا. ضد الكسر يعني؟ ياني ده انا اللي نفسي اكسر نافوخك ده. لا يا فندم قصدي على الجوده. طيب تحب يا فندم خدمه التوصيل توصلها لك لفين؟ لا ما انا كنت باخد فكره بس، هبقى اجي اشتري بعدين. قلت له كده وسبته ومشيت. الصبر من عندك انت يا رب. وكنت خلصت شغلي وبدأت أجهز نفسي عشان خاطر أروح. كنت قاعدة على السرير وعمالة أعيط ومخلصة علبة المناديل. بقى أنا الكيوتة الغلبانة القمر اللي لساني ما يطلعش منه العيبة أبدا. أتخن وفين؟ في صيدلية سفار السرنجة أما يجيلي بس يا ماما. يا كبدي يا بنتي. أيوة يعني مال كبدتك في الموضوع. وبعدين أنا أصلا أخدت قراري. قرار إيه يا ست أبوه؟ هقرص ودانه وأعرفه زي خن الخاين ده. طيب يا بنتي مش نفهم ايه الموضوع الأول؟ مش يمكن تكوني ظلماه؟ أنا يا ماما هظلمه؟ وبعدين بقولك شفته بعينيا اللي ياكلهم الدود دول. والله يا ماما والله شفته وهو واخد ست السنيورة دي بالحضن. أنا مش عارفة ليه يا رهف حاسة إن الموضوع ده في حاجة غلط. الغلط اللي في الموضوع ده هو أنا اللي كنت مغفلة ونايمة على وداني وسايبة له الحبل، لا بقول له أنت رايح فين ولا جاي منين ولا بتاكل إيه ولا بتنام إزاي. بينام إزاي؟ ده يا بنت المجنونة الجنان اللي انت بتقوليه ده. جنان؟ هو انا لسه وريتكم جنان؟ طلقوني منه انا مش عايزاه. سلامة عقلك يا بت، ده خطيبك يا موكوسة. والله برضو ما رحناش بعيد، افسخوني منه مش عايزاه. طيب ابقى ادور له على عروسة بقى. بيتهيالي كده يا بت يا رهف بنت ام زينات عندها عروسة. نعم تدوري له على ايه؟ ده انا كنت علقته من قفاه في ميدان عام وعدمته رميا بالمقشات. امال ايه بقى يا اختي؟ وعماله تدخلي من حاله لحاله كده. حاله واحده بس؟ ده انا جوايا حالات يا ماما. شفتي ما رنش عليا من الصبح حتى. طب وريني موبايلك كده. لا خليه معايا بيدفيني. وبعد كده ماما شدت مني الموبايل وبصت فيه وعرفت ان انا عامله بلوك من كل حاجه. لقيتها بتبصلي حته بصه. ايه يا ماما هو في ايه؟ بتبصلي كده ليه؟ يا شيخه حسبي الله ونعم الوكيل في الظلمه والمفتريين، ليهم يوم. ربنا يقوي ايمانك يا مامتي. وفي الوقت ده سيف كان داخل بتعب. مساء الخير. هو هيجي منين الخير وانتم الاتنين في البيت؟ يا ماما هو اي حاجه بتحصل في البيت ده لازم يعني تحشريني في الموضوع؟ يكش تكون فاكر نفسك ان انت مش من العيله الكريمه وفاهم عاداتها وتقاليدها. ده قانون امك. ايه هتعترض؟ هتلاقي نفسك في المطبخ وبتغسل مواعين. اسكت احسن لك يا ابني. والله يؤسفني ان اقول لك معاكي حق. هو بابا فين؟ راح الشغل وهيرجع بعد اسبوع. اصل عمك فتحي اخده في شغلانه تقيله كده. ايه ده؟ مش هشوفه يعني؟ بقى انت بقى راجل البيت دلوقتي؟ طبعا يا بنتي امال ايه؟ طب حس كده بقى يا راجل البيت، انزل هتلاقي 2-3 اكياس شيبسي ونوع بقى وبيبسي وشوكولاتات من الغايه الكبيره دي. اصلا انا داخله على حاله اكتئاب وحزينه جدا ونفسيتي تعبانه وزي الزفت. يا عيني تصدقي بالله ولا صعبت عليا ولا اي حاجه؟ قال داخله حاله اكتئاب. قال انت تدخلي اوضتك وما نسمعش نفسك. حبيبي ما نحرمش من حنيتك ابدا. يا عيني يا رجلي. بقول لك ايه، تعالى شدني اصل العظمتين كبروا. وبعد كده موبايل سيف رن وكان فارس اللي بيتصل بيه. ايوه يا فارس انت تحت البيت؟ طب خلاص انا نازل لك. واول ما سمعت المكالمه دي قمت بسرعه. هو جاي؟ اوعي تكوني عملت مصيبه. اسكت، ده طلع خاين. اما يطلع لي بس وانا انفخه وافسيه علشان يبقى يعرف يخوني عدل. سفار السرنجه. الله يطمنك، انا هدخل اوضتي بقى عشان اجهز. وبعد كده نزلت على تحت وسلمت على فارس وطلعته الشقه وقعدنا في الصالون. فارس قعد وحكالي على كل حاجه. هو والله العظيم والله هو ده اللي حصل بالظبط. يعني هو انت يا فارس يعني كنت هتتوقع ايه منها؟ هي رهف كده متسرعه طول عمرها. رحت دخلت عليهم مره واحده وقلت ده ايه ده سخين عندنا. يا اهلا وسهلا. رهف عيب كده. اديني سكت. لا مش هسكت، انا لازم افهم. تسكتي؟ حاشا لله. هو سؤال واحد وتجاوبني عليه، بتخني ولا لا؟ وان انكرت انا مش عارفه انا ممكن اعمل فيك ايه. طيب اديني بس فرصه افهمك وما تقاطعنيش.
هديك فرصة، انت موقفك ضعيف في القضية اصلا، هشهدك يا سيف. اوكي، البهس من نبي حرسه قفشته مع واحدة نسوان في الصيدلية، يبقى خاين ولا لا؟ طيب مش تفهمي الاول؟ ما كانش عشم يا اخويا يا ابن ام وابويا، ده انتم مطبخينها مع بعض بقى، واحد غدار والتاني خاين، بصوا بقى. ما هو انت لو تسمعي للاخر، ده انت بالذات تسكت، انا مغلولة منك على الاخر، ونفسي اجيب زلطة كبيرة قد كده اهو واخبطك بيها واصرخ واقول متحمرش والم عليك الناس. يا صبر ايوب، انتم يا رجالة منكم لربنا. رهف، هو انت ممكن بقى بجد تسمعي؟ يا ابني انا مش هسمع منك انت بالذات، كفايه عليا قوي لحد كده، انا بجد تعبت وبستحملك، وكمان كل خروجه تنكد عليا وتخلع، ومش بشوفك غير في الشهر مره، ليه يا اخويا تكونش رئيس الوزراء؟ رهف بقول لك ايه، اتلم بقى ولم الدور، حرام عليك يا سيف، ما تسيبنا بقى باللي جوايا. سيبها يا سيف، بوعي يا حبيبتي بوعي. ايوه هبوع، امال ايه يعني ان شاء الله، انا تعبت والموضوع ده ما عادش جاي معايا سكه، انت تاخد دبلتك يا عم وشوف بقى مين اللي بتضحك عليك ومولعاك من ناحيتي. ها خلصتي؟ لا لسه، اصبر في جملتين. طب بسرعه بس. حاضر. بص بقى يا سفارس، انا اصلا كنت مغضوب عليك من الاساس، وانسى بقى كل الكلام الحلو اللي انا كنت بقوله لك، وانسى فوقسي كمان، انت اصلا ما تستاهلش حنيه الانثى. خلصتي؟ كده خلصت. طب اولا بقى، انا بتصل عليك وبسأل عنك، ومش بلاقي مقابل غير زعيق على حاجات تافهه، ولو كنت بقى بتحسبي الاهتمام بالاتصالات فانت ولا مره كنت بتتصلي عليا. ما هو انا ده دوري بقى، ويا ريت ما تقاطعنيش. ثانيا بقى يا ست هانم، انا طالع عيني اللي جابوني في الشغل عشان مين؟ مش علشانك وعشان اجهز الشقه، ولا احنا بقى نقضيها صرمحه والشقه تولع في 60 داهيه؟ كلام مظبوط وسليم. وثالثا بقى يا ست هانم، اللي كانت معايا الصبح دي تبقى بنت عمتي واختي في الرضاعة، وكانت مسافرة من سنين ولسه راجعة. والله؟ والله، وشكرا ان انت اديتيني دبلتي، كنت فاكرة انك هتشيليني في زنقتي. انا ماشي، واللي بينا خلاص انتهى يا رهف. سيف لو سمحت خرجني. هو قال كده وسيف اخده ومشيوا هما الاتنين مع بعض، وانا بقيت واقفة مذهولة. ولحد هنا بتكون خلصت حلقتنا، استنوني في حلقة جديدة بأحداث جديدة، وفي نهاية الفيديو ما تنسوش تدعموني بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على الكل عشان يوصل لكم إشعار بكل قصة جديدة.